السلام عليكم شباب. اليوم موضوعنا العملة هذه تشرشل ما أدري شو اسمها. 1965. ها كلها ضربة مضاعفة، حتى التاريخ دبل دايس يصح لها. وهذه ايزنهاور. هاي العملة تأسست بتاريخ اللي صعدوا أمريكا للقمر. وهذا عود النسر، هاي الأرض، وهذا النسر، وهذا عود القمر. هاي اللي صار بيها خطأ، شخص حصل على وحدة ما موجود هذا القمر جوا النسر عود، يعني المركبة الفضائية نزلت على القمر، وصلت بالمزاد حتى $1,000,000، وهو ما يتكلم، يعني ساكت. وهذه 1943 بدون حرف فولاذية. هاي النحاسية اللي مثل هاي $1,000,000 43. واللي 44 مالتها نفس هاي فولاذية، شوفوها نحاس، هاي الستيل مليونين، مليون. واللي 74 مليونين. وهذا اللي بيها بس مجرد خطأ هنا مطلوبة $6,000. هنا اكو بعد شغلة تصير، بس هاي بيها ضربة مضاعفة من ورا. هذا فضة، بيه هنا ضربة مضاعفة سيلفر. هاي كلها ضربة مضاعفة، هاي كلها ضربة مضاعفة كتابة. وكل ما هيك نظافة تجيب سعر أكثر. هاي هسه مال الهواة باكج، مصنوعة للهواة. هاي حتى الهواء ما شامته من المصنع، ولا بيها بصمة. شوف تلمع هاي، حتى واحد يشوف شكله بيها. هاي 1771. كم سنة صار لها؟ هذا $4. بخطأ بالحرف دي. هاي 43. لازم العملة تكون نفسها النظافة. هذا بالحرف R. هذا خطأ هنا، شوفوا هاي مديوسة، جاية ضربة مال عملة الأخ مال قالب بيها.
وهذني كلها بها أخطاء، ضربة مضاعفة. اليوم اشتريت مجموعة ب25,000، طلعت لي منها كلها ضربة مضاعفة. هي وحدة من هنا تطلع لي سعرها، وهاي كلها بها أخطاء العلاقة، بها عمل بها أخطاء متروسة. هواي عندي عمل بها أخطاء، هاي كلها هاي مليانة بها شغلات أخطاء، هاي كلها مليانة. وهاي مليانة، كلها عمل أخطاء. وبعد عندي كلها تبين بهذه، اكتشفها بهاي. ما تبين هي إلا نقربها هيج، أو نوبات بالحاسبة يقربوها بالكاميرا، هاي بها أخطاء. ودائما الخطأ غالي، كل ما بيها خطأ كل ما غالية. هاي كل ما بيها خطأ غالية، يعني من $1000 لحد 100,000، بس لازم نظيفة، يعني يصيحوا لها أنسر. هي ضربة غير مركزية يصيحوا لها، هم غاليات.